بصوا يا جماعة الخير، الأرض البيضاء فيها محاصيلها اهي برسيم وبتاع قمح وخير اهو. تمام. أنا على الطريق وراكب العربية، يعني بصوا الطبلة اهو. فقلت أصور لكم برضو لقطة، هحطها لكم في بداية الفيديو كده عشان يبقى في أمل يعني. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، معكم محمد المحلاوي صاحب شركه ام جي للاستثمار الزراعي بالفرافره. النهارده احنا في ارض التلاوي. خلاص، اللي في الصوره ده باسم اللي هو شغال معايا، طبعا هو بيصور ما يعرفش ان انا بصوره. حلو كده. الارض ديت انا نزلت عنها فيديوهات قبل كده. معايا لسه فيها مساحه، اللي عايز 200 500 عايز اكتر عايز اقل، بس اقل مساحه 100. دي انت بقى، هي الارض لها ورق من الدوله، احنا واخدينها مزاد قديم. تمام. اللي هو ب 1720 جنيه. يبقى انت وضعها القانوني مزاد قديم. طيب هتشتري مني ازاي؟ بعمل لك تنازل حلو كده عن المساحه اللي انت خدتها، وباخدك معايا الدوله تدفع 2000 جنيه باسمك عشان يبقى انت في التمام. وبعدين انت بقى مسموح تروح تحفر بيرك وتشتغل، لان ديت انا ببيعها من غير بير. طب الفدان بكام يا محمد؟ ب 8000 جنيه. يبقى ال100 فدان ب 800000. انت بقى ايه، تعمل بير وطاقه وتصلح وتزرع مع نفسك. طيب الارض دي يا محمد مميزاتها ايه؟ اولا جيرانها ايه، زرعه اهي. احنا كبرنا الحاجات، يعني ليك جار مش مرمي كده في الصحراء. ثانيا، كيلو واحد من الاسفلت ده جار اهو، الناس اللي اشترت قبل كده وعملت خدمات. تمام. اشترت مننا طبعا. فاحنا بنقول لك كيلو واحد من الاسفلت، والاسفلت ده من البلد مش عارف 10 12 15، اللي يجي يبقى يقيسه بالعربيه، يعني كبيرها 15 كيلو. تمام. لكن هي كيلو واحد من الاسفلت. يبقى انا ارض قريبه من الطريق. انتوا عارفين الارض اللي في الفرافره عشان تاخد ارض كويسه ممكن تمشي 50 كيلو 100 كيلو 200 كيلو عشان تاخد ارض ترابه كلها. ديت قريبه من الاسفلت. طبعا في قريه جنبها ب6 كيلو اللي هي قريه 13. تمام. والتربه زي ما انتم شايفين استوائها ممتاز ممتاز ممتاز. يعني انت مش هتاخد منك حاجه، يعني زي ما بيقولوا كده. مش هقدر اقول طبعا، ممكن اقول لك 1000 جنيه تصرف 5000 جنيه تقول لي ده نصاب. انا ببيع ارض، انا مالي تكلف كام؟ الاستواء باين قدامكم اهو، عشان ما حدش يقول لي حاجه. انا الاستواء تمام. معلش الكاميرا مغمقه شويه. حلو. ده الجيران اللي شاريه وزرعه اهو، اللي شاريه مننا طبعا. الارض زي ما انتم شايفين حالتها استوائها بسم الله ما شاء الله. يبقى مميزات الارض طبعا. واحد ممكن يقول لي الملوحه في الميه، هقول لك يعني حوالي 350 جزء في المليون. تمام. يبقى انا الارض استوائها ممتاز، قربها حلو. باقي عليك ايه؟ باقي تشتغل بقى. وقلنا اقل مساحه 100 فدان. الناس اللي هي بتيجي تحب تيجي معاينات، انا معاينات الاربع والخميس والجمعه والسبت من كل اسبوع، ده بدون اتصال. حلو كده. طيب واحد عايز يجي في وسط الاسبوع في اي يوم تاني، يبقى يتصل قبلها، لان ممكن يكونش انا موجود فانا اقعد استناه. تمام. لو انا مش موجود هقول له لا ما تجيش، خليك تعالى في ايام المعاينات. طب انا موجود خلاص، هقول له تعالى. انا ما يعني مش رايح حته، اقول له تعالى. مكتبي في الفرافره في ميدان الشاشه، شركه ام جي الاستثمار الزراعي بالفرافره. اخوكم محمد المحلاوي. طبعا للي مش عارفني، يعني لان في ناس كتير بتقول لي يا عم محمد انت كل شويه تقول انا محمد المحلاوي، ما احنا عارفينك. فانا يبقى في كلام يعني موجه للناس اللي هي مش عارفاني يا جماعه. يعني مش انا مشاهير المشاهير يعني، او ولا اشهر المشاهير. شايفين التربه؟ انا بصور لكم اكتر من مكان عشان تشوفوا الاستواء. الاستواء رائع 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 رائع. حلو. وانا جبت لكم في بدايه الفيديو التربه البيضه جايبه الحاجات ازاي. التربه دي حلوه خليط يا جماعه. التربه الخليط هنا قليله في الفرافره. خلاص. هنا التربه الخليط قليله. التربه دي ممتازه ممتازه ممتازه، احسن من اللي جنب الفرافره اللي انا ببيع فيها كمان. يعني انا بكلمكم، المفروض ان انا ما اقولش دي احسن ودي اوحش، لا انا بقول لكم دي اجمل كمان. وبوريكم الناس اللي خدت وعامله طاقه اهي وشغاله، وفي ناس فوق اهي ارضها اخضرت وزرعت. بقول لك تعالى. فدان ب 8000، دي فرصه مش هتلاقيها تاني.
اللي بيجيب من الدولة دلوقتي الدولة ب 16,000. طب ليه يا محمد انت هتبيع ب8؟ عشان احنا كنا شارين رخيص. تمام. اللي بيجيب من الدولة دلوقتي بيجيب ب16,000. ده ب8,000. تعالى لف الفرافرة، لو لقيت اقل من 20,000 بقول محمد المحلاوي ده ما بيعرفش حاجة. تعالى ما تاخدش مين، تعالى عين وامشي واقعد لف في الفرافرة يوم واثنين وثلاثة. لو لقيت اقل من 20,000 يبقى اقول محمد المحلاوي ده ما بيعرفش حاجة. السلام عليكم، مع السلامة.